الماتش ديال الانتقام ما بقى ليه والو. ما بقى ليه والو. نغدا لعبوا ضد فرنسا في الربع. اخر مره لعبنا معاهم قصاونا من الدومي، هرسوا لينا الحلم المغربي اللي كنا باش انه وصلوا لفين ندير شي حاجه اكثر. فهمت؟ خلاص جوج في الدول الاوروبيه اللي لاعبين معاهم وما عمرنا رابحينهم. فرنسا ولا المان؟ الالمان تقسات عندها الزهر. لا كون راه لي الالمان تقسات هي اصلا شي دابا راه لي اي فرقه اوروبيه بغيتي من غير فرنسا. فرنسا هي اصعب منتخب كاين اللي نقدروا نتلاقاو معاه ونعرفوا في الفيديو علاش. فرنسا شنو في نظرك نقاط القوه ديالها وشنو في نقاط الضعف اللي نقدروا نستغلوهم باش انه نقدروا نديروا شي نقاط الضعف القوه راه شوف الا هضرنا نقاط القوه راك عارف عندها الا جينا هضرنا على الربع القدامي المدمر لواحد الدرجه ما كايناش. خلاص ندير بصح نقدر نقول لك اقصح قدام في التاريخ ديال الكره. ثاني اقصح من ورا ديال البرازيل 2006 رونالدينيو كاكا رونالدو وادريان ولا روبينيو ولا فهمتيني. انا كتبان لي نقطه الضعف اللي حتى واحد ما كيركز عليها هي جوليس كوندي اللي نورمالمون كيلعبوا جوج. ثقيل بزاف فهمتيني. المشكله لا هي ماشي مشكله، هي عندك مزراوي وعندك الخنوس تما، هي من واحد الناحيه راه مزيانه. هنا هو الوقت اللي غتحتاج فيه الزلزولي اللي توعد. كون كان زلزولي هضره اخرى او بوفال، فهمتي هذاك اللاعب اللي خفيف و المهم حنا غادي نلعبوا بداك الشيء اللي عندنا دابا. سميتو سيباري واش يلعب؟ ولكن ما سمعتش اخر الاخبار. كاينش اخبار كتقول لك غيلعب، كاينش اخبار اخويا فهمتي. رياض نورمالمون كاين حتى الا كان هذاك الحاله يكون غالبا ما لعبوش. غالبا ما لعبوش الماتش اللي فات باش يخليه الماتش ديال فرنسا. قلت لك خويا بهذا النيفو اللي بان لعبنا مع شي فرق اقصح من كندا راه غيكون هو اقصح من كندا. لعبوا مع اقصح وحده كاينه دابا فرنسا واش هي الاولى في العالم الترتيب كانت ولا الارجنتين؟ الارجنتين هي الثانيه ولكن لا هي الثالثه حتى اسبانيا تربح. دابا حنا اللي غنفوتوا البرازيل ان شاء الله الا ربحنا نورمال. حيت واحد اللعيبه عاوتاني لاحظتها 4 من هاد المنتخبات اللي كاينين دابا في الربوع هما نفسهم اللي كانوا نفس الربعه اللي كانوا في الربوع ديال اللي داز منهم المغرب الارجنتين فرنسا والانجليز. هادو نفس الربعه كاينين في هذاك اللي داز وكاينين دابا. يعني نورمالمون خص هادو يكونوا هما احسن ربعه في العالم. نورمال خصهم يكونوا دومي فينالات بربعه نورمالمون. والانجليز تكون هي الرابعه وحنا الثالثه. حيت الانجليز واخا خمسه ديروا والو. الانجليز راها ليا فهمتي الانجليز حتى الربوع تمشي بحالها. اش قلت لك الانجليز راها ليا ولا جات في ديك الزياده. عرفتي الامتحان الصعيب اللي لقيتي قبل من كاس العالم كنقول لك فهمتي نطيح مع اي فرقه من غير الا فرنسا ولا كنت تطلع مع فرنسا تبغيها في الفينال. حنايا دابا من ظهرنا نلعبوا معاها في الربوع. هادشي علاش تنقول وتنأكد انه الا مشينا ربحنا هذا الماتش لا ما كاينش اللي يوقف قدامك. ما كاين اللي حيدو. ما نكذبش عليك شتي الماتش ديال الارجنتين والسبريون عطاني واحد السبريون من الارجنتين ومصر عطاني واحد بادره امل. وما نخافش من السبالي واخا الارجنتين دات الكاس العالم الاخراني ما نخافش منه. ما تتخلعنيش. اش يعطيني علاش يعطيني بادره امل ديك اللعبه ديال لا حنا اقصح من مصر. وحاجه اخرى فرق ما بين فرنسا ديال 2022 وفرنسا ديال دابا. الا لاحظتي ماتش ديال باراغواي فرنسا راه حرفيا ما دارت والو مني رجعت لها باراغواي اللور وهذاك اللاعب ديال الاغريسيفيتي فهمتي وبوكاطي وهذه راكم ما جاش بيرانتي ما كانش تماركي فرنسا. كاين خلل وفي هذيك اللعبه ديال يس ويكان. وزيد عليها حتى اللقطه ديال انه ربحونا في اخر ماتش. هذه تخليهم يدخلوا بواحد الثقه في النفس لانه هادو ديجا رابحينهم ديما تربحوهم حنا قصح منهم. هذا الشيء غادي ياثر عليهم سلبيا على العامل النفسي. فهمتي انه حنا الا دخلنا بواحد الكرانطه ديال انه خصنا ضروري نربحوا باي النتيجه غنربحوا عليهم وحتى هما يحقرونا بهذا المعنى. واخا مني ذكرتي 22 واخر ربح لهم ندير مقارنه ما بين 22 و 26. 22 ديشو عرف كيفاش يلعب معانا مع الركراكي حيت الركراكي تحفظ ليه يلعبوا. عطيه كوره ما عندنا ما نديرو بها. هذا عطيني كوره غادي تاكلها. حيت مثلا هولندا عطاتنا كوره شنو طرا كندا قالت لك اجي ندير العكس نزيرهم خسرت 3 خسرت ب3. يعني هذيك اللعيبه ديال هادشي اللي بغيت نسولك في نظرك كيفاش المغرب غادي يساير او لا غادي يلعب في هذا الماتش. هي اهم حاجه خويا بشويه ماشي بحال الخطا اللي درنا. لا قدر الله تماك الكبيت الماتش ديال هولندا بين لك ما تزربش شويه عليك شويه لا قدر الله
خسرتي راه ما عليكش حيت حرفيا كنت في الجهه الاخرى كنت دوز فينال غادي فينال ديريكت وخطيح مع الارجنتين وخا طيح بنرويج بالانجليز بالارجنتين يعني زهرك طيحك مع فرنسا زهرك طيحك مع هولندا ابار هولندا اللي تي من توب 10 من 10 الاوائل راه ثالث ماتش عندنا مع كندا ثالث ماتش عندنا ضد فرقه من التوب 10 كندا البلد المستضيف وهادي وش النيفو اللي بانت به كندا لا قاصحه كندا بالرجول روبو طيحك مع فرنسا ولا سهل الله ودسي طيح مع اسبانيول ولا بلجيكا اسبانيول بلجيكا فهمتي في الواقع طيح مع اسبانيول يعني الى سهل الله ودسي هادشي كلشي وصلت للفينال اللي ما ديتيش راه لا حول ولا قوه عرفتي النص ديال الشعب المغربي غادي فهمتيني وندوزو بعدا فرنسا هي اهم حاجه فهمتيني قلت لك كيفاش غادي سولتك ولا ما سولتكش كيفاش كتظن ان المغرب غادي يلعب في هذا الماتش كي قلت لك شويه لا كيفاش واش غادي يلعب دفاعيا ياك ويخلي فرنسا هي اللي تلعب كره وتهاجم لا انا كتبان ولا غادي تيبان لك انه غادي يلعب هجوميا ماشي هجوميا ولكن زعما هو اللي شد الكره فرنسا تقدر تعطيك الكره اي نعم الوسط ديال فرنسا مثلا كان عندهم غريزمان في 22 كان داير واحد الدور زوين كان هو حرفيا اللاعب العشرة هو اللي كيوصل فرق كبير وبين اوليسي اوليسي ابار خبر اوليسي ما كاينش كاع في لا ما كاينش لا كاين واقيلا المهم عرفت الغالبيه اوليسي كيمشي الجناب كيخلي الوسط خاوي فوالا الا كلينا في الوسط كلينا في الماتش الفرق عاوتاني بين 22 وصلوا الدراري لفرنسا منهكين بدنيا ماشي بحال دابا فهمتي وكانوا هذيك الساعه ما مجهزينش اصلا واش غادي يبقاو والوسط كان عندك ديال 22 ماشي الوسط ديال دابا عندك واحد جوج ريات تيتقاتلوا بوعدي وعيناوي راه محارب راه نفس البجوج محاربين واحد الحاجه شوف مثلا من لعبنا مع هولندا داك اللاعب او الدري اللي كابر في هولندا شي باغي يبين بحال مزراوي بحال صلاح الدين فهمتي البلان ناس ديكور ديال الدراري اللي كابرين في فرنسا بحال عيناوي بحال بوعدي هذاك راه غيبغي يثبت 100% انه الشيء علاش عزلت المغرب وانا نكون سبابكم حتى نتوما عارفين شوف هي فرنسا ماشي ما بغاتوش ولكن بصح هذيك اللعبه ديال خويا بلاتي باقي صغيره راه عندهم لعابه بالعادي فهمتي عندهم لعابه اللي جاهزين كبار باغي يثبت انه لا واخا صغير كانك تاخذني معاك صافي ونتمنى اناحي يكون في ماتش ويكون في نهار وحيت اناحي انا ما خايف من اناحي انا البارح قبل ما نعس عاودت عرفت هذيك الهايلايت تكون طوال وعاودت الماتش ديال المغرب وكندا انا لعاب اللي فري دابا مني ريحت عاد شفت واحد خصو يكون معنا في النهار حكيمي راه دار شي ديفوات في الماتش اللي فات راه ماشي صراحه تيخلي بلاصتو يعني ولا ودار ديفوات هذيك الكرات اللي كيرجع كواري متابعين واحده بغى يرد بونو ومشات هي هذيك عاوتاني رجعات باش يقطعها خلى البونو الاخر فاش دخل البونو نتمناو يكون في نهارو وغالبا غيكون في نهارو حيت حكيمي خاصو يكون في نهار حكيمي ديال الماتشات الكبار ما تخافش عليه في الماتشات ضروري يدخل شادي رياض ما مدخل ليه الحال مزيان مني يحيد ديوب الى قلتي راه حيد ديوب في الماتش اللي فات ودخل سعدان حتى عاوتاني البارح هي فريمون كتعاود الحاجه وانت فهمتي خالي من الضغط ما مضغوطش هذا كتلاحظ شي الحوايج ملي تماكا البيت الثاني مشى ديوب نيت على المدرب قال لي زعما ضحك قال لي واش زعما باغي تبدل فهمتيني ودار لي براسو بحال هكا فهمتي الفكره يعني هذيك اللعبه مزيان من خرجوا حتى هو هذاك ديوب غيبغي يثبت حيت ما عيطوش لفرنسا هذه ميزه بونو ما نهضروش عليه بونو راه الحاج حتى هو ما نهضروش عليه مزراوي فهمتي مزراوي وديمبيلي اوليسي على حسب هما نورمالمون جيبهم لي بربعه كاع الربعه خليو المزراوي ليهم قبيح مزراوي واخ اش كيبان لك انت الطريقه اللي كتلعب بها المغرب صراحه ما نقدرش نقول فهمت ما نعرفش كيفاش غادي تلعب فرنسا بعدا نعرفوا فرنسا في هذا كاس العالم كيفاش كتلعب واش لعبات بحال اللعب اللي لعبات في المغرب ضد المغرب 2022 او لا تتهاجم وتتلعب شوف فرنسا من النوع اللي شافت كاس العالم انا كتبغي تكونترولي الماتش عندها لاعب اللي كونترولي الماتش عندها لاعب اللي كيبدلوا كيطلعوا الايقاع وكيهنسوا اوليسي عنده شي باسات حلوه صراحه علاش هو لعبوا 10 ملاعب بانه في الباير كيلعب جناح اوليسي صراحه تبارك الله عليه لاعب واعر يعني دابا حنا كنظن انه شوف وهبي تكي بين انه مدرب فهمتي تيخدم عقله بزاف في الميطه الثانيه ديال كندا حيت معروفه الميطه الاولى ديال اللاعبين الميطه الثانيه ديال المدربين في الميطه الثانيه ديال كندا بسبب التغييرات اللي داروا بسبب الهضره اللي يكون قال لهم في الفيستير ياك بسبب هذيك
هذيك التبديل اللي دار في الخطه وسميتو راه ربحنا بثلاثه، راه مع دخلنا ماركين. معك فهمتيني. يعني غادي يشوف الميطه الاولى غالبا غدوز بحال ديال البرازيل. انا كنشوف انه غادي تخلي الكره لفرنسا ياك تحاول تخطف لهم شي بيت او تحاول تلعب لهم على نقاط الضعف ديالهم، وفي نفس الوقت تقرا الخصم، تشوفوا كيفاش يلعب، تشوف شنو منين تقدر تميل. الميطه الثانيه هي فين غادي يقدر انه يضغط عليهم او لا يلعب على نقطه الضعف ديالهم ياك ويماركي. الا كنا رابحين ولا لا قدرنا نماركيو الميطه الاولى الميطه الثانيه، الا ماركينا الميطه الاولى او لا في البدايه ديال الميطه الثانيه غادي تشوف لعب ديال ضد كندا ونفس اللعب اللي لعبات المغرب ضد الارجنتين في الايفان. فهمتيني. يعني هذيك اللعيبه خليهم يطلعوا الكونتراتاك غيكون قاتل. لا العادي المغرب راكش التحول السريع كونتراتاك ولا شديتي كره ما غدير بها والو. معاك فهمتيني. يعني عاد بقى دواره بحال ما تدخلش دير هجمات خطيره، وتا لا قدرتي تدخل غادي تكون غادي نتعاملوا معاه بواحد الطريقه اللي مزيانه ما تسكش علينا اخو. فهمتك. وما لاحظتش واحد الحاجه ان في كاس العالم حيت الصبر تماركا على شي بيت. مثلا فرنسا هجوم مدمر ولكن كيتماركاو على بيوت. السباليون ما تماركا على شي بيت حاليا ماركي اصلا شي 3 البيوت. راه دي زاب تعادلات، راه ماشي زعما هي دي معيار زي ان عندها اقوى دفاع، راه ما تتماركيش وما تيتماركاش عليها. لا ولكن فهمتيني الفكره ديالي. انا فرنسا لا كتماركي كيتماركا عليها، يعني بامكانك تماركي عليها. السنغال ماركات عليها، النرويج ماركات عليها جوج، السنغال لا واحد. السنغال النرويج ماركات عليها يعني لا واحد 3-1. النرويج ماركات عليها. كنت معهم لعبت في الدور باراغواي قبل من باراغواي نسيت. المهم واش فهمتي الفكره؟ 3 هي هجوميا واعره ولكن كيتماركا عليها. حتى واخا كوناتي صليبه ما كاينش واحد الكيمستري بيناتهم وبجوجهم ثقال. كوناتي اوباميكانو كوناتي اوباميكانو فهمتي وجوجهم ثقال. اوباميكانو راكشي عقلتي مع الباير كيدير دي فوات. لا ثقيل حتى صليبه فهمتيني. هنا غنحتاجوا بحال مثلا ابراهيم خصو يكون في نهارو حتى خاصنا ابراهيم السيباري حتى هو غنحتاجو. فهمتي. شوف حرفيا خاص ال 11 لاعب اللي يدخل يكونوا يعطيو 100% حرفيا. شوف قاتل هذا هو الفينال ديالك، هذا هو الحرب خويا. دزيه عرفتي ديك اللعيبه ديال ما بغيتش اخويا الكاس العالم، بغيت نربحوا هذا الماتش. بالنسبه لينا هذا هو كاس العالم. الا ربحناه شي ربحت هذا الماتش غنخسر مع اسبانيول ما عنديش مشكل حيت هذه ديرها لي عقده في حياتي ما عمرني رابحها. ونقصيو هذيك اللعيبه ديال نخليو العالم نبينوا لهم اننا حنا لا جايين هنايا تو كونكر، جايين نبقاو، ما جايينش حقا نخسروا ولا بقى ديما فرنسا تبقى تخسر فينا. لا خاصنا نقصيوها باش العالم يعرف انه المغرب وصل ثاني مره للدومي فينال ياك منتخب اللي كبير اللي خاصهم يردوا ليه البال. ماشي دي شورنت سليب اون. فهمتي يعني ماشي هذيك اللعيبه يبقاو يعتبروا كدارك هورس او لانه عاد يزالي وما تذكرش. لا خاصك ديروا من المنتخبات اللي مرشحه باش انها تنافس على الكاس. فهمتك. كي قلت لك هاد كاس العالم راه شي الحوايج طراو فيه وبين لك ان لا اي واحد يقدر. ولكن واحد البلان في الاخر المنتخبات الكبار هما اللي كيبقاو. فهمتيني. العادي اللوجيك تحترم ولكن راه داك المنتخبات الكبار ما عرفتي ما بقاوش هذيك الديكور كدوز بسهوله تطيح مع فرقه اصحاب في الدومي فينال. لا مثلا ما يصير مع الارجنتين عاد بجوج مرات مع كاب فيردي مع مصر. تخيل كيدخل الماتش الجاي مع سويسرا بدنيا تلقى مهلوكه. تهلك ديال بصح على ما ربحت سويسرا. راه كلشي تيقول لك هذه الهضره. اهم حاجه هي خويا سواء ربحنا سواء لا قدر الله خسرنا راه هذوك الدراري مشوار زوين خصهم. فهمتي. لا غاديين مزيان غاديين في الطريق الصحيحه. اش بان لك في واحد اللاعب اللي طاح لي في بالي؟ شنو نديروا لهم كما درنا البرازيل في 10 دقائق الاولى نورك عليهم. نعطيهم ديك اللقطه ديال تلعب كورون نورك عليهم. يقدر هادشي اللي طرا. فهمتي انا تايق في المدرب وتايق في اللعابه ديالنا على انهم هذاك الشيء اللي خاصو يدار غادي يدار. حنايا المغرب ديال دابا ماشي هو المغرب ديال 2022. حنايا رتبه كنا في 22 20 18 يعني ماشي داك المنتخب اللي هذاك الشيء علاش لعبنا دفاعيا ضد فرنسا و5 اللور. حنا دابا كمنتخب راه شتي لعبنا ضد البرازيل ماشي على قبل الترتيب قبل الترتيب ولكن العقليه وتنفسيه وتلعب داك هورس. فهمتي. خلاها بونو جاي مقسم تبقى يوصل للدومي ما كنتيش معول عليه. ولكن دابا لا راه جاي باش ديه. دابا جاي لاعب عندك هدف باش ديه. الا ما ديتيش 2030 غديه. راه هذاك الشيء. واش فهمتي الفكره. ولكن انا دابا غنخلعك جاب الله صدقاتو ديتو مزيانه. انا راه غنخرج الزنقه اللي بالي ماشي مغربان صافي نجيك من الاخر ما ديتيش عادي ما ميكاش. حيت اهم حاجه انا عندي. شوف خويا
الا كنا نخسروا لا قدر الله تما بحال اللي طرينا معاهم في 22 تما كبيت في الاول باش ما نتعصبوش ماشي حتى الاخر يسبق لنا القلب. ترى البارح في ميسر والارجنتين شحال من واحد يحاربوا راه ماتوا جوج 78 باقي رابح بجوج زيرو باقي لك 12 دقيقه زائد الوقت الاضافي صدقتي خاسر ماشي حتى معادل 3-2 علاش هنا قل التركيز وبدنيا انت تهلكات شوف قله الخبره. هذا الشيء طرا لينا في اللعب اللي طرا لنا في 22 طرا لهم هما وكنا رابحين في 2022 ولا ماركا فهمتيني ما غاديش يماركيو علينا كنا رابحين هنا فهمتك. المهم هذا هو البلان. نتمنوا الخير نتمنوا نربحوا نتمنوا ندوزوا 2-0 المغرب 2-0 المغرب. انا خويا تنقول 1-0 دقيقه 78 نمارك. انا كنقول غندوزوا فهمتي الله يجعل فينانسيات الله يجعلهم الماركي على راسو يجعلهم يدخلوا لعاب فهمتي ماشي زوقي انا المهم عندي انا هو ندوز. المهم هادشي اللي بان لينا وما تنساوش حتى نتوما تقولوا لنا تعليقاتكم وتقولوا لنا رايكم وما تنساوش لايك وشير وسبسكرايب والله يعاونكم.